دكتور، ناس كتير بتسأل هل لو كلت نفس كمية الأكل اللي بياكلها شخص عامل تكميم معدة هل هخس زيه؟ طبعًا لأ، مش هنخس زيه، هي الإجابة لأ طبعًا. التكميم مش مجرد عملية بنصغّر فيها حجم المعدة وبنقلل كميات الأكل فقط. التكميم دي عملية بتغيّر في التمثيل الغذائي الخاص بالجسم، وبتغيّر في هرمونات الجوع والشبع، ونقطة اسمها نقطة ضبط الوزن أو الset point اللي الجسم بيوصل لها. إحنا هنشرح ببساطة كده أكتر من نقطة. النقطة الأولى، التكميم بيقلل من الهرمونات الخاصة بالجوع، وبالتالي الشخص بيحس بشعور الجوع طبيعي، ولكن بيكون أقل من المعتاد ليه، وبالتالي بيقدر إن هو ياكل كميات أكل أقل، ويقدر إن هو ينزل في الوزن. النقطة التانية إن عملية التكميم بتحسن الاستجابة لهرمونات الشبع، وبالتالي الشخص يقدر إن هو يشبع أسرع من المعتاد، وده برضه بيسمح ليه إن هو ياكل كميات أكل أقل وينزل في الوزن. في مفهوم خاطئ عند بعض الناس إن الجوع بيختفي بعد عملية التكميم، وده مش حقيقي. هو الجوع بيظل موجود، ولكن بيكون أقل بكتير من المعتاد للشخص. طبعًا الدايت مش موجود فيه النقط دي. الدايت مجرد إن الشخص بيقلل كمية الأكل، وبالتالي ممكن يفقد نسبة من الوزن، ولكن بيكون عنده دايمًا شعور بالجوع.